الافلام ماشي غير وسيله للترفيه، حيت كل فيلم عنده القدره يخليك تعيش حياه جديده. وفحال ديما غادي نحاول ننوع في التصنيفات، ونحاول ما امكن ما نحطش افلام معروفه بزاف. ¿Por qué no lo pones a prueba? Dale una pequeña lección. بلا ما نطول عليكم، ما غاديش نلقاو ما احسن من فيلم ذا هايدن فيس باش نفتتحوا هاد القائمه. فيلم اسباني بقصه واعره. تخيل معايا انك تعيش احسن قصه حب، ولكن من بعد تختفي شريكة حياتك، بحال هربات من هاد العلاقه بلا ما تخلي حتى اثار. الغموض، الصدمه والشكوك تتبدا من هاد اللحظه. لكن اللي ما تعرفش البطل ان السر ماشي على برا، ولكن مخبي في واحد البلاصه ما طيح على حتى واحد. هذا ماشي غير دراما، ولكن لعبه نفسيه عامره مفاجآت. تتحول الثقه الى فخ، والحب تتحول لحبس مظلم. وجد راسك باش تعيش رحله عامره بالتشويق والاثاره. كل مشهد يقدر يقلب موازين القصه، وحتى النهايه الضحيه في القصه يختلف من واحد لواحد. Imagine a world where everyone can only tell the truth. I had a little sip of this from right there. I'm with him right now. Seems nice. A bit fat. She's way out of your league. No, I won't be sleeping with him tonight. About everything. The Invention of Lying. هذا واحد الفيلم كوميدي، ولكن في نفس الوقت جاب واحد الفكرة فلسفية غتخلينا نفكروا. تصور معايا يوتوبيا، عالم مثالي ما فيش الكذوب، عالم اي كلمة قالت فيه هي حقيقة، ما كاينش المجاملات ولا حتى ديك الكذبة البيضاء. كل شخص تكشف داكشي اللي عنده لداخل بلا خوف، كما بغات تكون ديك الحاجة، كما تنقولوا حنايا اللي على فمو على لسانه. وسط هاد العالم غادي يبان واحد الراجل غادي يكتشف شي حاجة عمر فكر فيها شي واحد آخر، وهي القدرة على الكذوب. في البداية غيلقى عنده سلاح تيخليه يهرب من الإحراج ويقدر يحسن ليه حياته، ولكن من بعد غادي يكبر الطرح ويبان بلي الكذوب قوة قادرة على التحكم في مصير الآخرين وفي الطريقة باش تيشوفوا العالم. الفيلم تياخدنا في رحلة ممتعة بين الضحك والسخرية وبين التفكير الفلسفي العميق. واش الحقيقة دائما هي أحسن للإنسان، ولا الوهم والكذوب في بعض المرات يكونوا ضروريين باش نقدروا نتحملوا الواقع؟ Welcome. You have been chosen to spend 50 days in the Immaculate Room and will win $5 million by completing the task. Enjoy your stay in the Immaculate Room. The Immaculate Room. دابا نرجعوا لواحد التصنيف شحال هادي ما حطيته، هو على الافلام قصه غريبه. اللي كان تيتفرج في الفيديوهات القدام ديال هاد السلسله غيكون عارف البلان. هذا فيلم الناس البيتوتيين اللي يقدر يبقى سيمانه ولا اكثر في الدار بلا ما يخرج. فهنا تخيل انك محبوس وسط واحد البيت كله بيض، ما فيه لا شراجم لا ساعات، وبطبيعه الحال ما غادي تكون عندك حتى وسيله ترفيهيه، ما عندك لا تليفون لا باسي لا تلفازه لا بلاي، ومقطوع عليك الاتصال بالعالم الخارجي. انت والشريك ديالك الا قدرتوا تبقاو في هذا البيت لمده 50 يوم غادي تربحوا قدر كبير ديال الفلوس. تتبان ساهله ياك، ولكن الفيلم تيبين لنا ان اصعب الحروب ماشي هي اللي تنخوضوا مع الاخرين، ولكن مع راسنا. この建物だけじゃないんだって。全ての列車ストップしております。電池もダメで。これってただの停電じゃないです。カードは使えません。どこ行くんだ。水を確保できる山を目指してみる。大丈夫だ、任せとけ。俺についてくればなんとかなる。Survival Family. هذا فيلم ياباني نقدروا نحطوه في تصنيف الافلام الانسانيه. فيلم اللي تيعاود يفكرنا في شكون حنا كبشر وشنو اللي تيميزنا على الكائنات الاخرين. في واحد النهار تيفيقوا الناس مع الصباح، تلقاو ان كاع الاجهزه الكهربائيه في العالم ما بقاتش خدامه، ما كاين لا تليفون لا طوموبيل لا طياره لا ثلاجه، وحتى من الماء ما بقاش واصل للدار. العالم اللي ولفنا عليه مشى، وكاع دوك وسائل الرفاهيه ما بقاوش. فتنتبعوا قصه عائله يابانيه عاديه غادي تلقى راسها في مواجهه هذا الكابوس، في رحله قاصحه باش يقلبوا على الماء والماكله والمشي لمسافات طويله في عالم رجع العصور ما قبل التكنولوجيا. ولكن المزيان في هذه الكارثه ان افراد العائله يكتشفوا معنى العائله ديال بصح. الفيلم ماشي غير مغامره، ولكن تيسخر بشكل ذكي من حياتنا.
A brain, a beauty, a jock, a rebel, and a recluse. Can't believe this is really happening to me. Before this day is over, they'll break the rules. The Breakfast Club هذا فيلم قديم ديال 1985 تيدور على 5 ديال المراهقين ما تيجمع بيناتهم حتى حاجات قريبا، واحد متمرد، واحد سبورتيف، واحد قراي، وحده في شكال، وحده تزاد بمعلقه ديال الداب فمها. غادي يتجمعوا كاملين نهار السبت في الاحتجاز المدرسي، وهذه طريقه ديال العقاب عندهم، تتبقى في شي قاعه في المدرسه من غير السوايع ديال القرايه باش تفكر في داكشي اللي درتي. تيبان البلان ممل في البدايه، غير عقوبه روتينيه، ولكن الساعات طويله وسط هاد القاعه غادي تحول لرحله عميقه لاكتشاف الذات والتعرف على ناس اخرين. من مور الاقنعه اللي لابسه كل واحد فيهم كاين جروح ومخاوف واحلام، ومع تيدوز الوقت تيذوبوا الاختلافات بيناتهم ويكتشفوا انهم متشابهين اكثر ما هما مختلفين. هذا فيلم على الهويه والضغوط الاجتماعيه والعلاقات الانسانيه، كيفاش يقدر حوار بسيط يغير نظرتنا على راسنا وعلى الناس الاخرين، كل واحد منا اكبر بزاف من التصنيفات اللي تيحط عليه المجتمع. سايلنت هيل فيلم رعب زوين، ولكن تنصحك تشوف الفيلم ديال 2008. الاجزاء الاخرين ما تنصحكش بيهم. القصه تبدا مع روز، مرا تقلب على بنتها الصغيره اللي تيجيوها احلام بالليل تيخليوها تهرب من الدار وتبقى توسوس بواحد المدينه مهجوره، حتى لواحد النهار غادي تدي بنتها معاها في رحله لهاد المدينه باش يلقاو جواب لهاد اللغز. فهاد المدينه اللي غارقه في الضباب تتبان خاويه من برا، ولكن في الداخل تتخبي كوابيس ما تقدرش تصورها. مدينه ما فيهاش الحد ما بين الواقع والخيال، ولا بين الموت والحياه. Chapter 1. All I could think about was the number. I met you when I was... 23. And the day we met was? September 14th. 9/14. 14 plus 9 is? 23. The number 23. تخيل تقرا شي كتاب وتلقاه تيهضر على حياتك بتفاصيل تتعرفهم غير انت. هادشي اللي تيطرى للبطل ديالنا، واللي زاد عقد الامور كلما تعمق اكثر تلقى ان الرقم 23 داير به في حياته من التواريخ للسميات. وهنا غادي يبدا الهوس يسيطر عليه ويبان في عينين عائلته والناس الاخرين بحال الحمق. فشنو السر من مور داك الكتاب؟ هادشي اللي غادي نتبعوه على طول مجريات الفيلم، مع اثاره وغموض غادي يشدوا الانتباه ديالك ويخليوك تتفكر، ولكن في النهايه يقدر يتضرب لك كلشي في الزيرو مع تويست واعره. How did you end up here? Work. What do you do? Retirement planning. You should smile more often. It suits you. The Killer's Game هذا فيلم ديال الاكشن. هاد التصنيف حتى هو شحال هادي ما رشحت فيه شي فيلم جابت الوقت مع هاد الفيلم، لان القصه ديالو تدور على واحد القتال محترف دير بزاف ديال المهمات، حتى لواحد النهار غادي يقرر يقتل راسو، وماشي بالانتحار، غادي يمشي لواحد المنظمه تقدر تستاجر فيها قتاله باش يقضيو لك شي مهمه. فهادشي اللي كان جو دار هادشي حيت فاش مشى عند الطبيب لقى راسو مريض وما بقاش ليه بزاف في الدنيا، فهنا قرر يهرب من هاد الدنيا بطريقته قبل ما يعاني مع المرض. ولكن النقطه اللي غادي تبدل كلشي هي ان التشخيص ديال داك الطبيب كان غلط. فاش غيعرف هاد البلان غيلقى راسو في صراع ومطايفات واعرين باش يبقى عايش. فيلم عامر بالاغتيالات والتنكرات والمطاردات. A tumor? Yes. Me? Yes. that doesn't make any sense though. I mean, I don't smoke, I don't drink, I recycle. How do you feel right now? Fine. I can't remember being so calm in a long time. Would you describe what you're feeling as a kind of numbness? في بعض المرات تجينا صدمات كبيرة في هذه الحياة ومن المستحيل تتوقعها. آدم شاب في 27 من عمره، سبورتيف عايش حياة طبيعية، حتى تيجي الخبار اللي غادي يبدل كلشي، فيك السرطان. اللي تيميز الفيلم انه ما تيقدمش المرض غير من زاوية المأساة، ولكن تيدمجها مع الكوميديا والدراما بشكل متوازن. هذا اللي تيخلينا نتبعوا رحلة عامرة بالتناقضات، الخوف، الغضب،
الامل والضحك وسط من الدموع. عنوان الفيلم تعكس الاحتمال المرعب، نصف فرصة للنجاة ونصف فرصة للخسارة. يا ريت كل المشاكل اللي في الدنيا زي مشكلتك، شوية فلوس وفي الآخر هتتحل. أكيد يعني مش بعد 19 سنة وبدون مناسبة بقيت تصفي حسابك معايا يا غدا. بأمانة كنت بتكسبي زمان أكتر ولا دلوقتي؟ انت عايزه تمشي كل حاجه على كيفك كده من غير ما تتعوري. الرحلة 404 فيلم من أحسن الأفلام المصرية اللي شفت في هاد السنين الأخرى. القصة تدور على بنت سميتها غادة، خدامة في العقارات، عندها علاقة ماشي تالي مع عائلتها ودوزات ماضي خايب باغا تتوب منه. داكشي علاش باغا تمشي للحج، ولكن الماضي ديالها غادي يتبعها، صراع ما بين الخير والشر. عنوان الفيلم تيشبه لديك ايرور 404. فشنو الخطأ اللي دارت غادة؟ واش هو انها تابت، ولا الخطأ في انها اختارت ديك الطريق من الاول وفات الفوج؟ بيبان التوبة ديما مفتوحة، ولكن واش تقدر تسامح الراسة؟ حاولت نوع ما امكن باش نخرج في الاخر بهاد النتيجة. خليو لي ارائكم في هاد الافلام. هادشي اللي كان اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد.